غدانا النهارده سهل وبسيط وفي الإنجاز، بصوا بقى عملنا حتة لحمة مشوية خطيرة، طاجن رز معمر، أما الصينية دي بقى فحدوتة طعمها في منتهى الجمال. يلا بقى اعملوا لايك وشير كتير للفيديو عشان نشوف بقى الصينية القمر دي عملناها ازاي. بصوا الجبنة والمطة، شايفين الجمال؟ حتة لحمة مشوية ومستوية كده وطعمها خطير، والبطاطس بقى الصينية دي عظمة من الآخر، شوية رز معمر زي ما بيقول الكتاب. بصوا بقى الجمال، بصوا البطاطس دي عاملة ازاي، بجد البطاطس دي في حتة تانية خالص، واللحمة مستوية ومية مية. بصوا شكلها عامل ازاي. يلا بقى بسرعة على الطريقة والمقادير. بسم الله. اول حاجه كده بجيب طاسه على النار وبجيب اللحمه بتاعتي، انا معايا نص كيلو من اللحمه الشرايح. حطيت في الطاسه شويه زيت ومعلقه زبده وسبتهم يسخنوا كويس قوي، وبدات انزل بشرايح اللحمه طبعا على قد ما تاخد الطاسه. بتبلها بملح وفلفل اسود وبهارات لحمه بس كده، مش بتحط بهارات تانية خالص. اقلبها بقى الناحيه التانية واوسع مكان لغيرها، وابتدي انزل بالشرايح بتاعتي بالشكل ده. بس عايزين الشرايح تكون سميكة شوية، ما تكونش زي البفتيك الشرايح الرفيعة، تمام؟ عشان تستحمل معانا. وطبعا بحط بقى ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة. في كل مرة بحط لحمة جديدة، هحطهم بقى كلهم على بعض واحط بقية اللحمة، وبعد كده اشيلهم بقى كلهم في طبق. وهاقول لكم هنعمل إيه بعد كده. أنا بانزّل بقى كل قطع اللحمة اللي عندي كده عشان كلّها تاخد لون من الجنبين، وبنبهرها بملح وفلفل أسود وبهارات لحمة. خلاص شِلتهم بالشكل ده. مكان البهاريز دي بقى باجيب بصلة كبيرة متقطّعة شرايح رفيّعة بالشكل ده، وهانزل بقى ألِم كل البهاريز اللي في الطاسة بالشكل ده زي ما أنتم شايفين. باضبّط بقى الملح والفلفل الأسود وبرضه بهارات اللحمة، وهاحط 4 فصوص من الحبّهان، ورقتين من اللورا، وبس كده مش هاحط حاجة تاني. هاقلبهم لحد ما البصل يبتدي يتكرمل وياخد معايا لون دهبي بالشكل ده، باروح نازلة باللحمة بتاعتي تاني اللي إحنا شِلناها في الطبق. نقلبهم بقى تقلبتين كده مع بعض ياخدوا بقى من طعم بعض بالشكل ده، وبعد كده باضيف كوباية من المَيّة المغلية زي ما أنتم شايفين كبيرة كده، وباقلبهم وباغطيهم وباسيبهم على أهدى نار عندي لحد ما تستوي وتبقى زي ما أنتم شفتوها معايا في أول الفيديو، تمام كده؟ نيجي بقى لصينية البطاطس العظمة. أنا معايا بطاطس قطعتها بصوا رفيع بالشكل ده زي ما انتم شايفين، ضفت عليها معلقة كبيرة من الزبدة، ورشة من الفلفل الأسود، وكمان رشة من بهارات الفراخ. ومش هاحط أي توابل تاني، هاحط مكعب مرق لو مش حاباه استغني عنه. هاحط هنا فص توم واحد مهروس بالشكل ده، وعلبة من الزبادي، وما ضفتش ملح عشان طبعا مكعب المرق فيه ملح هيظبط لي الدنيا. بقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين، وبعد كده بضيف كوباية من المية المغلية صغيرة كده، وبقلبهم تاني. وبكده خلاص الصينية بتاعتي بتكون جاهزة. عشان كده بقول لكم بحب قوي الأكل اللي بيدخل الفرن ورقة زبدة وعليها ورقة فويل، وخلاص هاحطها في الفرن وهانساها. باحطها في الرف الوسطاني وباسيبها كده حوالي نص ساعة، وبعد كده باكشف من عليها الغطا عشان تاخد لون. تمام كده. نيجي للرز المعمر. معايا 3 كوبايات من الرز المصري مغسول طبعا ومتصفي، ضفت عليه الملح بتاعه ومعلقة كبيرة من الزبدة، وهاضيف 3 كوبايات من الحليب. المج ده بياخد كوباية ونص، فضفت مجين، تمام. بعد كده ضفت نص كوباية من المية المغلية، وقلبت بقى كل الكلام ده كله كويس جدا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بعد كده حطيت على الوش قطع من القشطة حوالي 3 4 معالق، هي متلجة كانت طالعة من الفريزر بس ايه هتخش تسيح في الفرن مفيش مشكلة. وهدخله برده الفرن في الرف الوسطاني على أعلى درجة حرارة، هو بياخد لون من فوق ومن تحت زي ايه زي الفل كده لوحده. جبت بقى صينية البطاطس بتاعتي من الفرن بعد ما استوت وخدت الشكل القمر ده، ضفت لها بقى شوية جبنة موتزاريلا كده وحركات عشان تديني طعم حلو، وهرجعها على الشواية على طول. خلاص اللحمة بتاعتي استوت. بصوا الأكل والله في الإنجاز ما خدش وقت خالص. بصوا بقى الشرايح عاملة ازاي، بجد خطيرة جدا. وطبعا صينية البطاطس يا دوب أخدت لون كده على الشواية ورحت مخرجاها. وطبعًا بقى مش بنسيب شوية الصوص اللي طلعوا من اللحمة دول، بيبقوا طعمهم خطير. بصوا بقى شكلها عامل إزاي، شايفين بقى صينية الرز المعمر طلعت خطيرة إزاي، والبطاطس دي بقى في حتة تانية خالص. هنغرف بقى مع بعض الرز المعمر كده واوريكم بقى في الطبق كده قد إيه هو مفلفل وجميل، والسوا بتاعه مضبوط جدًا جدًا زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. وبصوا بقى البطاطس، بصوا المطة بقى بتاعة الجبنة خطيرة أوي يا جماعة، بجد تحفة. شايفين الجمال؟ البطاطس دي أصلًا عايزة تتاكل مع الرز من غير لحوم وفراخ ولا أي حاجة، هي لوحدها خطيرة. بصوا بقى قطعة اللحمة دي، شايفين الطبق عامل إزاي؟ إيه رأيكم في الجمال ده؟ والله يا جماعة ما تستسهلوا الأكل اللي بيتعمل في الفرن بيبقى سهل، إحنا أصلًا بنحط الأكل في الفرن وبنطلع برّه من المطبخ، يعني مش هنحس بالحر ولا حاجة، بس الولاد ياكلوا لقمة حلوة كده. بصوا الأكل عامل إزاي، بجد خطير وحاجة مشبعة كده بدل اللي إحنا عمالين ناكله من أول الحر. اعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم، وألف هنا وشفا وبس كده.